ذكرى واحلى ذكرى والوقفه في التالتة شمال، هفضل احكي عنها لولاد ولادي، لما اموت الفكره تعيش حب الاهل ما. السلام عليكم، اهلا بكم في اخر اخبار عظمه في الكون. نبدا بسرعه بالسالك ابن السالك محمود عبد المنعم كهربا. ابني بيسمع كلام ابوه، واب عرف يربي ابنه كويس، ربنا يكرمه. خلاص بصفه مؤكده هيدفع الغرامه بكره، كل المصادر اللي خارجه بتقول انه هيدفع الغرامه بكره، بس لحد اللحظه دي هيدفعها في حساب نادي الزمالك ولا في اتحاد الكوره ده لسه المحامين بيدرسوه. انهي الاسهل في الاجراءات، في ناس بيقولوا اتحاد الكوره اسهل، يعني مجرد ما بيدفع الغرامه اتحاد الكوره يختار الفيفا الموضوع يبقى انتهى. فلحد اللحظه دي لسه بيدرسوا المحامين انهي حساب اللي هيخش فيه الغرامه، لكن في اللحظه دي الغرامه كامله مع كهربا وهو جاهز لدفعها. الغرامه بقى جت منين؟ لا النادي الاهلي دفع ولا كهربا دفع. سبحان الله، تألق اللاعب خلى محبين ورجال اعمال منتمين للنادي الاهلي قرروا هم اللي يتكفلوا بدفع الغرامه. قالوا نعتبر ان احنا جبنا لعيب اجنبي، ما احنا بقالنا فتره عايزين مهاجم اجنبي، عايزين مهاجم سوبر، عايزين مش عارف ايه. سبحان الله، كهربا من ساعه ما لعب وربنا سبحانه وتعالى موفقه قال لك نقدر ان احنا جبنا ايه مهاجم من بره. النادي الاهلي كان راصد لحد 5 مليون دولار ولا 4 مليون دولار، قال لك قدر لا كنا هنساعد النادي الاهلي في ثمنه، لا احنا ايه نشيل غرامه كهربا اكنه لعيب اجنبي جبناه. فهو كده الحمد لله كرم ربنا عليه، ويعتبر الحمد لله كده ايه موضوع شبه اتقفل. هي كل القصه متوقفه هيدفع في اي حساب. وبالنسبه للافيس البرتغالي عليه نص الغرامه، يقال خلاص ان في النادي هيتباع لمشتري خلاص هيشتريه، وعارفين اول ما النادي بيتباع لازم اللي بيشتريه بيدفع المديونيه الاول. فدلوقتي كهربا هيدفع وقريب خالص هياخد الجزء اللي هو دفعه، يعني ان هو كهربا عليه نص الغرامه، مجرد ما يدفع هو هيبقى فاضل له النص الثاني ياخده من الافيس البرتغالي. يقال ان هو خلال الفتره دي في مشتري هيشتري نادي الافيس البرتغالي وكهربا يبقى دافع النص بس. ندخل بعد كده على حكام ماتش نهائي الكاس الاهلي وبيراميدز. اتحاد الكوره لحد دلوقتي الكلام اللي خارج ان هم حكام مصريين، اللي قال لك مفيش فار عشان مفيش فلوس، وحكام اجانب تقريبا برضه عشان مفيش فلوس. مفيش فلوس، بقول لك مفيش فلوس، اغنيها لك مفيش فلوس علاوه، مفيش فلوس علاوه. فالواحد خايف يطلعوا لنا شويه شويه يقول لك هنكمل الدوري بكور بلاستيك عشان مفيش كور كفر. ده اللي ناقص، لان في جواب خارج من بيراميدز بيقول ان هو من 30/3 طالب بحكام اجانب. فهم دلوقتي بيقولوا دول الوقت مش هيقدروا يجيبوا حكم اجنبي. فلسه بس هو لسه مفيش حاجه رسمي، يعني اخبار الدوله ان هم ايه لا الماتش هيبقى بحكام مصريين. فلو حكام مصريين ومفيش فار يبقى ربنا يستر. ندخل بعد كده على تصريح خارج من نادي بيراميدز على لسان شخص مسؤول ان هم عايزين نص التذاكر يبقوا على طريقتهم، ويبقوا على منافسين النادي الاهلي، جماهير المنافسين النادي الاهلي يجوا يساندوهم في نهايه الكاس. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ هو يقال ان الخبر اتكذب، لكن اتكذب ما اتكذبش في حالتين ما ينفعش. ليه؟ لان حوار تذكرتي فيه ميزه حلوه جدا، اللي هو كل واحد عامل فان اي دي بيختار النادي اللي هيشجعه او يحضر له مباريات. فما ينفعش اهلاوي يحضر مباراه نادي الزمالك طرف فيها مع فريق تاني، او زملكاوي يحضر مباراه طرفها اهلي وفريق تاني. انت دلوقتي انت مش ده ناديك اللي بتشجعه، فانت داخل تعمل ايه؟ فدي الميزه. دلوقتي بيراميدز ملوش قاعده جماهيريه، فهيجيب جماهير منين؟ يبقى ما قداموش غير انه يعمل فان اي دي. دلوقتي الناس مش عامله ويختاروا نادي بيراميدز هو المفضل ومش هيحضروا له بعد كده غير هو بس. فهو لحد اللحظه دي نص تذاكرك خدتها بعتها، دخلك جماهير، دخلك ما دخلكش هتطرح لجماهير النادي الاهلي الطرف الثاني بس كده. لكن هو برضو بيتقال ان الخبر ده اتكذب وان هم ما قالوش كده. اخر حاجه معانا النهارده طبعا النادي الاهلي يلعب النهارده ان شاء الله الساعه 9:15. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ايه الدنيا تكمل حلوه قبل ماتش بيراميدز عشان المعنويات تفضل حلوه في السما كده. ونتمنى من مستر كولر برضو بيريح بعض اللاعبين اللي باين عليهم اللي جات الفتره اللي فاتت، بالذات علي معلول جاي من المنتخب على النادي الاهلي لعب مباراه مهمه والاعصاب برضو. فنتمنى انه يريح الشناوي، يا سلام لو الشناوي يريح، يا سلام لو عبد المنعم يريح. في مين تاني؟ عبد القادر، بيرسي تاو ما يلعبش خالص، حسين الشحات ما يفكرش فيه خالص. يا ريت النهارده، لان فارق النقاط بيننا وبين المنافسين مريح جدا. حتى لو قدر الله تعادلنا ولا بتاع، لا في فرصه ان انت تجرب. فان شاء الله بامر الله النهارده مباراه عشان ما تاثرش علينا في ماتش نهائي الكاس، لان دي هتبقى برده مباراه مصريه، يعني برده المباراه دي ببطوله
وبطوله هيبقى مفتاح لبطوله تانية وهو السوبر ضد نادي الزمالك يوم 5/5 في الامارات. لان نادي الزمالك بحالته حاليا، لا انت يعني هتبقى تاخد كاس وسوبر ممكن في اقل من شهر، فده مفتاح بطوله لبطوله تانية، يعني بطوله باتنين. فنتمنى مستر كولر النهارده يدير المباراه النهارده صح، ويريح اللاعبين على قد ما يقدر، ويشوف الانسب ليه وفي الاختيارات اللي هيختارها. بس كده، ونتقابل بعد الماتش ان شاء الله. السلام عليكم. ذكرى واحلى ذكرى